محطتك يا حنان زي ما انت مرمطاني. في ايه؟ انت اول مره تشوف طفل بيلعب؟ لا مش اول مره اشوف طفل بيلعب، اول مره اشوف طفل بالحجم ده. على فكره خيالك هو اللي مكبر حجم كل حاجه حواليه. يمكن. لا مش يمكن. هو انت ليه مش عايز تقتنع ان انا ابني؟ مش داخله دماغي الصراحه. هي دي مشكلتك، ان انت دايما بتشغل دماغك. هتعملي زي حنان؟ ومالها حنان بقى؟ ملهاش. شوف ادي مدام حنان قاعده بتعمل السندوتشات لعيالها في شاطئ البورفال. والله عندها حق، مش مشغله دماغها، بتستمتع باللحظه اللي هي عايشاها، مصدقه فعلا ان هي خارجه مع جوزها وابنها وبتتفسح وبتغير جو، وده بيخليها عارفه تستحمل كائن مزعج زيك. تعال. اجي فين؟ تعال اقف جول. اتكسفت بقى انت مره على دمك وخدتها خرجتها تفسحها شويه. ياخد الاولاني. اخرز يا عيني. ولا انت بتخم؟ انت بتسهيني في الكلام عشان تجيب جول. ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ هتفوق. انتوا متفقين عليا؟ متفقين عليا صح؟ والله ممكن. وجاي بقى تقنعني انك جاي الهديه من السما. اي نعم انا الهديه. لا ما ترفصك يا شيخ، انا مش عارف انت فرحان ليه. بص يا ابني، على بلاطه كده احنا ظروفنا ما تسمحش ان حضرتك تيجي الدنيا، يعني مش ناقصاك، فخليك حسيس بقى، انا بعمل كده عشانك. طب ما خلينا نبص لها من نص الكوبايه المليان. ها يعني انا لو جيت انت هيبقى ليك هدف في الحياه اكبر واحلى بتسعى عشانه. اكتر من كده ساعه؟ ده انا شغال صبح وبعد الظهر يا عالم. تعالى وانا هفهمك. ممكن تمرجحني؟ جت على دي بسرعه بقى. يا ساتر يا رب. بالراحه بالراحه شويه، خف ايدك. ما بالراحه اهو. اخدي انت. اسمعني كويس، انت شغال صبح وبعد الظهر، بس تحس ان اللي انت بتعمله ده ملوش قيمه وملوش معنى. الفلوس اللي بتكسبها بتاخدها من هنا تسد بيها ديون واكل وشرب، واخر اليوم تروح ما انتش طايق الدنيا باللي فيها. عارف، لو انا جيت لك هتحس ان اللي بتعمله في الحياة ده له قيمة، له معنى، يبقى لك هدف. النظرة في عين ابنك وانت مروح وجايب له حاجة حلوة معاك، وتلاقي ابنك بيجري عليك وتشعلق في رقبتك، البصة في وشه وانت جايب له حاجة حلوة وتشوف ابتسامته، ده في حد ذاتها انجاز. والله العظيم يا رب، بقى ده وش طفل يتبص فيه؟ ده انت. تعال اقعد وانا هفهمك. اقعد فين؟ اقعد جنبي على هي الموضوع. هبت منك ولا ايه؟ في ايه مالك؟ ماليش يا حبيبي، انا سكت لك كتير. انا في السن ده على مرجيحه؟ ده لا يمكن، على جثتي. تصدق انا ابويا عمره ما خد المراجيح وانا صغير. طب ما الفرصة جات لك اهو علشان تعيش حاجة عمرك ما عشتها قبل كده. مش عارف، حاسس باحساس غريب. عارف لما تبقى طاير؟ انا حاسس ان انا طاير، حاسس بحريه، مش مسؤوليات ولا ضغوطات، حاسس ان دماغي فاضيه ورايقه. يا بنت اللعيبه يا حنان، انا دلوقتي حسيت واكتشفت هي ليه مقرره تعيش في البلاط. سيب نفسك يا حسن، سيب نفسك خالص، استمتع باللحظة. عارف يالا ايه؟ مع اني مش بالع ان شخص زيك يبقى ابني، تهيألي كده حاسه احساس حلو. على فكرة انا مش هبقى كده. دماغك دي هي المسؤولة عن هيئتي دي. طب والله العظيم انا هبقى كيوت خالص، ده انا حتى ناوي ابقى شبهك يا بابا. انت كويس؟ انت
انتوا بتتودودوا في ايه؟ اقنعته يا واد اني اسيبك؟ اصل انا حبيتك قوي تصدق؟ حبيتك العافيه والله يا مامي. اقنعته. تعالى يا حبيبي. اتحرقت. انا قلت اغير لكم المكان بقى ونروح في حته طريقه كده شويه. الله ربنا يخليك. بص عملت لك ايه؟ ايه ده؟ انت جبت الحاجات دي منين يا حنان؟ خيال. ايه ده؟ انا قلت يعني ما اقتحمش خيالك كده وانا ايدي فاضيه. خد يا حبيبي. لا تسلمي شكرا، انا ما باكلش الكلام ده. انا اكلي هناك البزازه بتاعتي على الترابيزه اللي نسيتيها هناك دي. بس عادي، خيال عادي. المهم اتبسطت مع بابا في الالعاب. هو انت اسمك ايه صحيح؟ يا ولد اسمك ايه؟ يا وليه بقى، يا وليه حرام عليك، ما تخلينيش اقوم ارمي نفسي في النيل يا وليه. يا ماما، يما يماتي. نعم يا حبيب امك. انا اللي ما اتسميتش. بسم الله بحيرتك وزينك يا حبيبي، ما تقولش كده. لا يا حبيبه قلبي، انا فعلا اللي ما اتسميتش، انا اللي ما اتسميتش يا جماعه. وانت لسه خلفتيني عشان تسميني؟ خيال. ايه اللي خلاني عملت في نفسي كده؟ ربنا يصبرني يا رب. الناس كلها خيبتها السبت والحد، وانا خيبتي ما رضيت. ايه يا حنان؟ اللي بقول لك هو يعني لو جه هنسميه ايه يا سونا؟ سونا؟ عادلة يا حنان، عادلة هتقع. هنسميه ايه؟ نسميه عبد الجواد على اسم بابا. هتسميه يا حبيبي؟ عبد الجواد. عبد الجواد؟ عبد الجواد. عبد الجواد سونا. جواد سونا. لا ده في الحلم، ده هناك عند نينا في الجنينه. مش جاي ومش لاعب، ابقى مع عبد الجواد سونا ليه يعني؟ عندك حق يا حبيب امك. وايه الخيابه دي؟ بذمتك ده اسم سميه الطفل. هو ده طفل وهو ده طفل. يا عم حرام عليك بقى، كرهتني في خليتي يا عم، حرام عليك ارحمني بقى. هو انت لازم اركبك المرجحه عشان تشتغل وتتظبط معايا؟ راكب المرجحه. راكب المرجحه وتمرجح وكان خاربها هناك. ركبت المرجيحة، ركبت المرجيحة، أنا ركبت المرجيحة. خلاص يا حبيبي، كلنا عرفنا. يلا انا هقوم، انا اتكل على الله. كفايه عليكم كده. فرصه سعيده يا بابي، فرصه سعيده يا مامي. يلا. لا استنى. ما تقعد شويه. والله انا مش ضامن، لو قعدت اكتر من كده انت ممكن تعملي لي ايه يعني؟ جايبه لي فين وجبنه وايه ده؟ انا مش عارف، لو قعدت اكتر من كده ممكن تغيري لي وتجيبي لي مكرونه عبد وبانيه. الجواد اتكلم مع ماما بادب يا ولد. مش لما تبقي ماما، انما انت جبانه. جبانه يا حنون، اسمع مني، جبانه. خفتي مني وخفتي من فكره وجودي وانا لسه كائن ضعيف جواك. كل اللي كان همك وفارق معاكي قوي هو رد فعل ابويا ابو اتب ده. قصدي يعني اللي مش راضي يبقى ابويا. صدق انت عيل قليل الادب. يا عم بطل ظرف وهزار بقى، بطل يا حمار افهم، افهمني. طب يقول لي ايه يا راجل؟ انا اكتر واحد هيموت ويبقى عنده ابن، بس انا بعمل كده علشانك. انا مش عايز اجيبك الدنيا تحسسني بعجزي وابقى عاجز ان انا اوفي ابسط حقوقك. وانت منين تعرف المستقبل اصلا؟ ثم مين قالك ان الرزق في الفلوس بس؟ مش يمكن ربنا يديلك صحة اكتر لما يلاقيك في حد مسؤول منك؟ يمكن ربنا يبعد عنك اي شر او اي اذى لما يلاقي ان انت في حد بتسعى علشانه، علشان تطلعه انسان سوي ينفع نفسه وينفع غيره. على فكرة سنة الحياة مش في اننا نقفلها على روحنا، سنة الحياة في اننا نبنيها نعمرها. يا خلاصي ده انت بتقول حاجه يا ولد. ده بيتكلم احسن من مصطفى حسني. يا سلام. امال بقى لما يكبر ويتعلم هتتكلم ازاي يا ولد؟ يا سلام. والله الست دي مسلية جدا جدا. تصدق؟ ده احسن من ب2 جنيه لب. انت هتقول لي؟ والله. مامي حبيبتي ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا يا حبيب ميرسي ربنا يخليك. ممكن تنقطينا بسكاتك؟ خفي مشاعر الامومه الجياشه دي عشان بتعمل لي حموم. خف بقى شويه، خليني اقول الكلمتين اللي جاي اقولهم واتكل. ايه؟ سعاده ولا ايه يا حبيبي؟ في ايه مالها؟ اقفي في حته فيها شبكه طيب. في ايه؟ اسكتي. في ايه؟ هي دي اخر تربيتي فيك. انت لسه ربيتيني يا ست انت. حرام عليكي. ارجع يا وليه الف الحبل السري حوالين رقبتي واخلص انا من نفسي بذات نفسي.
حرام عليكي بقى، حرام عليكي. هتشل يا رب من قبل ما احبي. طب والله العظيم دي تنفع مطلع اغنيه جامده. عارف لو اتعملت مهرجان والله هتكسر الدنيا. جرب كده لحنها يا سونا، قول معايا هتشل يا ربي قبل ما احبي. جرب قول. الحنها يعني؟ لحنها. لا اديني لفه كده. بس اسكتي ما صدقتي. وانت يا حبيبي اسكت بس يا بابا، بس يا حبيبي. شكلك هتطلع اهبل زي امك ما شاء الله. لا يا بابا انا هطلع شبه. لا صحيح. طمنتني. عارف لما تولد وتيجي تبص في وشك هتشوف ملامحك لاول مره من غير ما تبص في المرايه. هتحس ان عمرك اتمد لسنين طويله قدام. عارف اسكت. انت قلت ايه؟ والله لا قلت حاجه ولا دوست على حاجه ولا لعبت بحاجه. في ايه يا حنان؟ الراجل ما قالش حاجه. انا اتعب واعمل 9 شهور وفي الاخر تطلعش مع كلب البحر ده. كلب البحر والناس اهدى ما تستاهلش تضيع نفسك عشانها. اهدى. سيبني يا حسن. بس اهدى. سيبني يا حسن. اهدى. هكسر لها دماغها يا حسن. ما توديش روحك في داهيه. والله ما تستاهل. هات. انت بكره هتيجي الدنيا لوحدك وتعرف ان مش اي حاجه تعرف ترد عليها. تعمل ايه دي؟ شم ورد. ورد ايه ده؟ ورد صناعي. شم تراب. هديتي يا حنان شويه احسن. انا هقوم امشي. فرصه سعيده يا بابا، فرصه سعيده يا ماما. انت رايح فين؟ ما تخليك معانا شويه. استنى ما تمشيش. مش هتفرق ابدا طول المده. الرحله وقتها ما بيفرقش، اللي بيفرق احنا عملنا ايه فيها. مالك انت كويس؟ تسيبنيش وتمشي والنبي. غريبة أوي مشاعر الخوف والقلق دي. كان نفسي أحس بالمشاعر الحلوة دي وأنا جوه وبحاول أسمعك وأتعرف على صوتك، بس للأسف أنا ما كنتش بسمع غير دايما الغضب والسخط واليأس. انا اسف. فعلا اسف. أتمنى تكون آسف فعلا. اعتقد ان وضع الجنين حالك جدا. على كل حال ما كانش الحمل هيكمل، بس اطمن مفيش خطوره على الام. هنعمل عمليه تنظيف للرحم والامور هتبقى كويسه. مشي يا حسن. بايدينا يا حبيبي. الموضوع لا بايدينا ولا بمزاجنا. رايح فين يا حبيبي؟ انت عجبتك القعده هنا ولا عايز تقعدي هنا وتسيبيني؟ ادعيني يا حبيبي. هستنى.
حاسة إني ضعيفة وخايفة ولوحدي. أنا مش عارفة حاجة. لا عارفة إني بحبك ومليش غيرك، وعارفة إنك قوية يا حبيبي، أنت أقوى مني يا ست هاني، لدرجة إنك جرجرتيني معاكي على هنا. دلوقتي عايز تمشي وتسيبيني؟ حسن حسن، مدام حنان، مدام حنان، حسن حسن، فوق يا حسن، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا حسن حسن، تعالى اقعد يا حسن، اقعد، انا هجيب لك شويه ميه تشربهم بس. حنان حنان حنان، قومي يا حنان، قومي يا حبيبتي، قومي يا حنان، بلاش لعب العيال ده يا حنان. قومي وهوعدك ان انا مش هسيبك تحلمي لوحدك تاني. حنان حنان حنان. حسن، انت ما نمتش؟ طب ازاي كنت؟ مش لازم نحلم واحنا نايمين بس يا حنان. اوقات كتير بيكون الحلم في الحقيقة أصدق عشان نعرف نحققه. الحياة مش هتستناك تستوعبها، مش هتستناك تتعلم ازاي تعيشها. عمرنا قصير قوي، كل واحد بيلف في دايرة ما بتقفش. العبيط اللي يستنى يوصل عشان يرتاح، العبيط اللي بيأجل السعادة عند الوصول. ساعة ما هتوصل، ساعة ما هتروح، تبقى عشت عمرك كله بتلف ومرتحتش. متستناش عمرك يروح، متستناش تموت عشان تبدأ من جديد. وانت في وسط الدايرة اخطف دقيقة تاخد فيها نفسك عند الاستراحة الوحيدة في المحطة، استراحة الحلم.